احلى جمهور نادي الزمالك، يا رب تكونوا بخير. وطبعا فيديو جديد واتمنى ان شاء الله يعجبكم، واتمنى اللي يشوف الفيديو يشيره ويعلق، والكومنتات الجميله بتاعتكم يا احلى جمهور نادي الزمالك، نبض نادي الزمالك. طبعا في بعض اللعيبه على رادار نادي الزمالك، واللعيبه اقرب انها تكون لنادي الزمالك، فاتمنى اخد رايكم. يعني احنا عندنا محمد شكري ظهير ايسر طبعا سيراميكا، عندك طبعا محمد شحاته طبعا طلائع الجيش، اللعيب اللي بيلعب في المنتخب الاولمبي، لعيب جامد جدا في نص الملعب. عندك لعيب جامد جدا ده محمد شحاته، وعندك محمود صابر طبعا المعار طبعا من بيراميدز، لعيب جامد جدا 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 اللي معار من بيراميدز لزد. انا بقول نادي الزمالك، وعندك طبعا بنتكلم في مروان حمدي، انت مكان ابنك وكان معاك، وليه تدور عليه؟ مروان حمدي انا على فكره من اللعيبه اللي كنت مقتنع بيها جدا، ولاعيب جامد جدا ممكن يكون اضافه لنادي الزمالك. بس هو السؤال، نادي الزمالك حاليا محتاج راس حربه قوي قوي، ولا مين؟ او هل نجيب مروان، ولا نجيب لعيب افريقي جامد احسن، ولا سيف الدين الجزيري يقعد ولا يمشي، ولا ما احنا مش عايزين نعمل زحمه وفي الاخر لا، احنا عايزين لعيب يلعب مش لعيب دكه. عايزين نتفق على لعيب يكون اساسي. لو هتجيب لعيب حاليا ما تجيبش لعيب يقعد على الخط. فعندك مروان حمدي على الرادار، عندك طبعا محمد امين قفه طبعا مهاجم انبي طبعا على الرادار، وطبعا قلنا في اهلي وزمالك بيتنافسوا عليه، هل احنا محتاجينه ولا لا؟ وطبعا عمر كمال عبد الواحد بعد ما كان جالنا وابننا وفي بيتنا وطلع اتصور بالتيشيرت، وبعد كده عشان ايقاف القيد مشي. انا بقول عشان نبقى متفقين من الاسامي اللي انا قلتها دي كلها لازم نتكلم ونكون بنتكلم مع بعض. يعني في 6 لاعبين قلنا، عندك محمد طبعا عمر كمال عبد الواحد، قلنا عندك محمد احمد امين قفه طبعا مروان حمدي كراس حرب، عندك محمود صابر نص الملعب، محمد شحاته، عندك كمان محمد شكري الظهير الايسر. انا وجهه نظري حاليا لازم نص ملعبك ده اكتر حاجه، والاثنين دول لو موجوده عندك اقسم بالله العظيم هتبقى فرقه تقيله ما فيش بعدها. محمود صابر ومحمد شحاته مستقبل خط وسط منتخب مصر ومنتخب مصر والكره المصريه، الاثنين دول جامدين جدا وعندهم مقاومات قويه جدا. وشفنا محمود صابر ده لما كان بيلعب قدام الاهلي بيعمل ايه. وانا دايما بقول اللعيب اللي بيلعب ماتشات الاهلي والزمالك هو ده اللعيب السوبر. انا بجيب اللعيب اللي يلعب قدام الاهلي، مش يلعب قدام طنطا ولا قدام المحله، لا 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 لا. انا عايزك ماتش الاهلي وتبقى عامل ايه؟ ماتش الاهلي بتلعبه ازاي؟ قدام الاهلي بتبقى ظاهر ولا خايف ومرعوب؟ هو ده اللعيب اللي اجيبه، اللعيب الثقه اللي هيلعب ماتش الاهلي جامد ويبدع فيه، يقدر يلعب في اي ماتش تاني. اللي يقدر يفوز على الكبير ويلعب قدام الكبير يقدر يلعب على اي حد. فالنادي الاهلي فريق قوي، عايزين نبقى متفقين. اللي يلعب قدامه ويلعب يعني محمود صابر شفنا اهدافه في النادي الاهلي، شفنا في تصويباته مع منتخب مصر، شفنا ايام ما بيدخل على الشناوي بالشمال وباليمين وتصويباته عامل زي لعيب كبير وما بيخافش. فاتمنى ان يكون محمود صابر موجود في نادي الزمالك، وده صفقه قويه جدا لمستقبل نص ملعب نادي الزمالك اذا كان موجود. لا تقول لي رؤى بقى، لا تقول لي السيسي، لا تقول لي اي حد، لا تقول لي نبيل عماد دونجا، مع احترامي انا عندي محمود صابر لا، لعيب دولي، لعيب هيفيدك، لعيب عنده مواصفات بدنيه وثقه بالنفس، ولعيب يقدر يقف على الكوره وعنده مقاومات. لا تقول لي امام عاشور ولا غيره، 10 من اللعيبه دي وانا عارف بقول ايه. محمود صابر لعيب جامد، بيشوف باليمين بالشمال، بيقف على الكوره، بيكمل، لعيب قوي جدا في نص الملعب، بدني، لعيب موجود، لعيب جامد جدا. فانا بقول لا، محمود صابر لازم نادي الزمالك يكون بيلعب عليه لانه ممتاز جدا. وطبعا كمان في نص الملعب لازم نتكلم على محمد شحاته، طبعا لاعب طلائع الجيش والمنتخب الاولمبي، يعتبر من احسن اللعيبه برضه في وسط الملعب يا جماعه. يعني لازم نقول ان وسط ملعب نادي الزمالك محتاج بشده تركيز، خصوصا انت بعد ما مشيت طبعا. يعني اللعيبه كانت عندك في نص الملعب، سيف فاروق جعفر لعيب كان حلو قوي بيلعب في نص الملعب، كان ممكن يديك كره حلوه قوي، انت مشيته وسمعنا ان في اي اخبار ان ممكن يرجع، ولو رجع في اضافه قويه لنادي الزمالك. فانت ركز على اللعيبه دي. عمر كمال عبد الواحد انا بقول لك هو مش لعيب واو قوي ان احنا نتخانق ونقطع نفسنا عليه، لكن لعيب بيقدر يديك المهام دي، لعيب بيقدر يلعب الباك رايت صح، لعيب موظف، لعيب بيقدر يديك اللي هو مش مبدع، هو ما بيقدرش يدي اللي عنده، لكن هو لعيب فاهم مواصفات او مقومات الباك رايت، يقدر يزيد، يقدر يضم للداخل في التغطيه الدفاعيه، يقدر يزيد على الخط، يقدر يعمل شغل عالي جدا. وخصوصا ان شاء الله لو زيزو يعني كمل وقدرنا نجيب لعيبه وربنا فرج علينا بمبالغ ونحافظ على زيزو، ونقدر كمان نجيب لعيبه مع زيزو، عشان في عندك كده لعيبه لازم تبني عليها. فتوح، عندك زيزو، عندك في بعض اللعيبه اللي لازم نقول نبني عليها، طبعا عواد في حراسه المرمى، فانت لازم الجزيري موجود قدام، فانت في بعض اللعيبه كده لازم تبني عليها.
فانا بقول لا، عمر كمال عبد الواحد لو عندنا لا هيفيد، هو زي ما بقول، لكن مش سريع، مش اللعيب الواو عشان نبقى متفقين. يعني اللي ما جاش ما فيش مشكله، يعني بقول على حاجه. لكن انت لو عندك لعيب تقدر تجيب باك رايت جامد، لان دي مشكله في مصر على فكره، ما عادش عندنا باك رايت في مصر. باك رايت مبدع، لا ما عندكش باك رايت مبدع في مصر. فنادي الزمالك قدامك ومروان عطيه، انا بقول عليه مروان حمدي، لا مروان حمدي انا بقول عليه مهاجم كويس جدا، وكان عندك ولعيب انا شايفه بالعكس لعيب هداف، لعيب لو اشتغلت عليه بدني محطه، لعيب كويس جدا. وشفنا برضو قدام الاهلي، انا باخد اللعيب اللي ما بيخافش من النادي الاهلي، اللعيب اللي بيقدر يجيب جول واثنين وما بيخافش، اللعيب اللي بيقدر يرفع عينه ويركن كده ويجيب كده ويقدر يلعب على الجول، لعيب ممكن تشتغله محطه. لكن لو انت بتخيرني انا اجيب افريقي جامد، اجيب لعيب، عندك لعيب افارقه مكسرين الدنيا، عندك لو بصيت في المنتخبات الشباب حتى البطوله بتلاقي اسامي شباب جامده جدا، تقدر تجيب لعيبه حتى تحت السن يفيدوك فوق وتحت. فنادي الزمالك دخل على مرحله قويه جدا، اتمنى نتأنى في اختياراتنا، نتأنى في لعيبتنا، لان انت محتاج. وعندك طبعا لازم قلنا محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا، اضافه قويه، لعيب كويس معاك مع فتوح، وخصوصا ان بعد عبد الشافي وسن عبد الشافي الله يديله الصحه اجمل لعيب في تاريخ نادي الزمالك خلقا واخلاقا وادبا، لعيب تستحي انك تقول له اقعد، لعيب يلعب لحد ما هو اللي يقول لك انا هبطل، من اخلاقه وعطائه ومواقفه الجدعه الزملكاويه اللي يقول لك انا بحب نادي الزمالك، لما بيفكر في فلوسه ولا بيفكر في اي حاجه. فطبعا وخصوصا كمان عبد الله جمعه ما عادش في اعتماد عليه جامد، مع ان عبد الله جمعه انا بقول ممكن استفاد بيه كويس جدا، ممكن لعيب عنده استعداد يتطور. فانت لما يبقى عندك محمد شكري، عندك فتوح، عندك عبد الله جمعه، ثلاثه حلو. لكن اليمين عندك مشكله، لازم تشوف في اليمين عندك بقى مين، حسام عبد المجيد هيرجع لوضعه، عندك طبعا الونش بعد اتنين صليب هيرجع زي الاول ولا لا، محمود علاء. فانت عندك خطوط كده لازم تامنها ولازم تضمنها عشان تشوفها مع نص ملعبك. وطبعا على شمالك لازم جناح شمال، اوعى تقول لي مصطفى شلبي، مصطفى شلبي ده ما جابوش يلعب قدام البيت، مع احترامي الشديد انا بقول لكم انا فاهم كوره ولاعيب كوره وكنت لاعب في نادي الزمالك وعارف بقول ايه، تمام. انا بقول لكم ان مصطفى شلبي مش اللعيب الواو، مش اللعيب الجامد، يعني عشان نبقى متفقين. انا لو قارنته عايزين نبقى متفقين وما نزعلش، لو قارنته بحسين الشحات اللي هو عنده لعبه واحده، لكن ازاي بيروح وبيركن وبيجيب وبيزيد وبيرقص وبيشوط وبيعمل، ما بيعملش الكلام ده، ما بيعملش، ما عندوش الكره الموهوبه، ما عندوش الابداع، ما عندوش الشراسه على الجول تقدر تقول له. فانت محتاج راس حربه قوي جدا، اتنين نص ملعبك جامدين جدا زي محمود صابر ومحمد شحاته، هيضيف اضافه قويه جدا. عايز تجيب طبعا عمر كمال عبد الواحد هيضيفك، بس انت كمان حتى محتاج معاه. نادي الزمالك محتاج فرقه يا جماعه ومحتاج لعيبه تمشي. فانت قول لي رايك في السته اللي احنا قلناهم، مين اشد اماكن او انت اكتر احتياجا ليهم من السته اللي قلناهم؟ عندك قلنا طبعا محمد شكري جناح الايسر، عندك محمد شحاته، محمود صابر، عندك قلنا مروان حمدي، احمد امين اوفا لعيب سريع ومزعج وقوي بدنيا ممكن، لكن انا لا انا مش شايفه انه ممكن يفيد مع احترامي الشديد. انا واحد من الناس لو انت بتقارني لا مش لعيب واو، مش لعيب جامد، لا مش جامد. انا عندي الجزيره عمو، لو انت بتقارني بالجزيره واوفا لا، انا الجزيره تحركاته لما بيبقى فايق ولما بيلعب على الجول ولما بيلاقوا معاونه معاه لا بيعمل شغل عالي جدا. وعندك عمر كمال عبد الواحد. فقول لي ايه رايك، مين اكتر لعيبه بالاسامي اللي قلتها المرشحه نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاجها؟ وعاش نادي الزمالك بيكم، وعشت نادي الزمالك احلى واعظم جمهور على